الرجل الذي استحى منه رسول الله واستحت منه الملائكة، الرجل الذي يملك وقف لوجه الله في يومنا هذا صدقة جارية عنه وهو متوفي قبل 1400 سنة، صحابي من أغنى أغنياء المدينة، كان يقيم الليل بركعة واحدة يختم فيها القرآن، رجل فضله الله بأمر لم يكن عند أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا أحد من البشر، هو الوحيد الذي تزوج بنتي نبي. فبعد أن تزوج رقية بنت رسول الله ماتت رقية رضي الله عنها في السنة الثانية من الهجرة، فزوجه رسول الله بنته أم كلثوم، فكانوا يطلقون عليه ذو النورين. فتحت في عهده مناطق كان يظن البعض أنها مستحيل أن تفتح. عثمان بن عفان، قصة هذا الصحابي العظيم هي عجيبة فعلا، وأعتبرها من أكثر القصص حزنا في التاريخ وأكثرها فرحا. يلتقي نسب عثمان مع رسول الله في الجد الرابع عبد مناف، فكلهم قرشيين، تميز بأخلاق حسنة ونادرة جدا حتى قبل إسلامه. فتخيل كيف بتكون أخلاقه بعد الإسلام. قريش في الجاهلية وبعد الإسلام كانت تحب عثمان كما تحب أبنائها، وهذه النقطة لها مغزى مهم في المقطع. عثمان أسلم وهو بعمر 30، كان خبر رسول الله وخبر الإسلام بدأ ينتشر، وعثمان يسمع هذا الخبر، حتى أنه خالته قالت له بخصوص الإسلام ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأنها حق من عند الله. فكان الأمر يدور في عقل عثمان حتى أتى يوم وقابل أبو بكر وسأله عن الإسلام، فقال أبو بكر: ويحك يا عثمان، إنك لرجل حازم لا يخفى عليك الحق من الباطل، ما هذه الأوثان التي يعبدها قومنا؟ أليست من أحجار صم لا تسمع ولا تبصر؟ قال عثمان: بلى. وفي الأثناء مر رسول الله ومعه علي بن أبي طالب، فتكلم أبو بكر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بصوت منخفض، فقال رسول الله لعثمان: فيما معناه أنا رسول الله وبعثني الله بالحق، ثم بدأ بالكلام عن الإسلام والجنة، وما هي إلا لحظات وأسلم عثمان، فكان ثاني من يدخل الإسلام من الرجال. عثمان فوق ذكائه وحياؤه إلا أنه رجل حكيم ورزين، إذا تحدث أقنعك بحجته، رجل مفاوضات وإقناع من الطراز الرفيع، وإذا كان للكرم عنوان فهو أبرز هذه العناوين. في يوم خطب رسول الله في الناس فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عثمان وقال: أنا أجهز الجيش بالإبل بكامل عتادها ولباسها، فتبرع بأكثر من 300 من الإبل، وفي رواية وصل عدد الإبل لأكثر من 950. ثم أتى عثمان ب1000 دينار ووضعها في حجر رسول الله، فلما شاف الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المنظر وهذا الموقف من عثمان تهلل وجهه وقال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. لو بنحسب ما أنفقه عثمان بتكاليف وقتنا الحالي أنا متأكد أنه بيتجاوز 2,000,000 ريال بالراحة، وعندنا الآن يشتري ناقة ب2,000,000 لأنه عيونها لونها عسلي. أقسم بالله قمة في التخلف والنصب على العقول. نعود لقصتنا. في المدينة كان في بئر اسمها بئر روما، هذه البئر اشتهرت بعذوبة مائها وصفائه. هذه البئر كانت ملك لرجل يهودي، وكان المسلمين يمروا من عند هذه البئر بحكم موقعها الاستراتيجي ويشربوا من البئر، لكن اليهودي الخبيث ما يعطيهم الماء إلا بمقابل مادي. فقال عليه الصلاة والسلام: من يحفر بئر روما وله الجنة، يعني من يشتريها ويحفرها أكثر ويحسنها ويجعلها لوجه الله. فاشترى عثمان البئر من اليهودي، ثم جعل البئر لجميع المسلمين بدون أي مقابل. قال بعض العلماء أن عثمان دفع أكثر من 35,000 دينار مقابل بئر روما. يا أعزائي المبلغ ضخم فعلا، لكن نحن نتحدث عن ثالث الخلفاء الراشدين. وفي يوم صعد عليه الصلاة والسلام جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم يعني اهتز، فقال: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رسول الله رأى في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. رأى الأمة كلها وضعت في كفة من الميزان، وعثمان في الكفة الأخرى، فرجحت كفة عثمان. وفي يوم كان رسول الله جالس في بيته كاشف عن ساقيه، فاستأذن أبو بكر بالدخول فدخل عليه وهو جالس بنفس الوضعية، ثم استأذن عمر فدخل، وجلسة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتغير. ثم استأذن عثمان فعدل رسول الله جلسته وغطى ساقيه، ثم أذن له بالدخول. فقالت عائشة لرسول الله: دخل أبو بكر وعمر ولم تغير شيء، ودخل عثمان فعدل جلستك وغطيت ساقيك، لماذا؟ فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي رواية أن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، يعني لو ما عدل جلستي ولبسي فعثمان بيستحي وما بيتكلم وينصرف.
هل سمعتم عن بيعة الرضوان؟ هذه الحادثة وقع فيها أمر عظيم. رأى رسول الله في منامه أنه سيدخل مكة مع أصحابه، ثم تجهزوا ولبسوا الإحرام للذهاب لمكة للعمرة، وكأنه تنفيذ للرؤية. وعشان لا تعتقد قريش إنهم جاءوا للقتال، إنما لزيارة بيت الله، وكان عددهم قرابة 1500. فخرجت قريش لهم بالسلاح والقوة ليمنعوهم من دخول مكة. فوصل الخبر لرسول الله أن قريش قد خرجت لتمنعهم من دخول مكة بالقوة. فقال للمرسول: أخبرهم أننا لم نأتي للقتال وإنما لزيارة بيت الله. قريش رفضت هذا الأمر تماما، فعاد رسول الله كلامه وقريش ترفض، حتى قرر أن يرسل أحد أصحابه لقريش ليوضح نيته الصادقة بعدم القتال. فأرسل خراش ابن أمية، فكادت قريش أن تقتله لولا أن دافع عنه بعض الأحباش، فعاد لرسول الله. فاقترح عمر بن الخطاب أن يرسل عثمان بن عفان، لأنه عنده عشيرة في مكة تحميه وتحبه وله فضل عليهم، وذا حكمة في النقاش والتفاوض. وفعلا خرج عثمان لمكة ووصل لرؤساء قريش، وأخذ بينهم الحديث طول، وقالوا: طف بالبيت ثم ارجع إلى محمد، يعني طالما وصلت والكعبة أمامك فخلاص طوف وكمل عبادتك. فقال: لا أفعل شيء حتى يفعله رسول الله أولا. فاحتجزت قريش عثمان في مكة، ثم وصلت إشاعة لرسول الله أن عثمان قد قتل، فجمع عليه الصلاة والسلام الصحابة تحت شجرة الرضوان وقال: أتبايعوني على القتال حتى الموت وعدم الرجوع؟ قالوا: نعم. ثم أمسك بيده وقال: هذه يدي عن يد عثمان وهذه بيعته. فأنزل الله آية تتلى حتى اليوم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه بشارة لكل من بايع، ولعثمان أن الله رضي الله عنه وكتب لهم الجنة وأن فتح مكة سيكون قريب. لذلك هذه البيعة هي من أجل عثمان. قريش وصلها الخبر فقالوا: هؤلاء ما عندهم لعب والوضع جد. وأشار رجل واحد أعلنوا الحرب، فبدأ الخوف يدخل في قلوبهم، فتركت عثمان يعود للمسلمين. ثم حدث صلح الحديبية، وهو اتفاق بين المسلمين وكفار قريش، وهذا شيء ممكن أذكره في مقطع مختلف. الآن خلونا نبدأ بالأحداث المهمة جدا في قصة عثمان، لكن بذكر خبر يحمل فيه بشارة ومصيبة ستقع لعثمان. الصحابي أبو موسى الأشعري قرر في أحد الأيام أن يكون مع رسول الله ويلازمه ويخدمه في كل شيء، ويكون هذا اليوم كامل في خدمته. فخرج يبحث عن رسول الله، فوجده في بئر داخل البستان يتوضأ، ثم جلس على طرف البئر، فدخل عليه وسلم. هذا البستان له باب، فقال أبو موسى: اليوم سأكون بواب رسول الله وأقف على الباب. فجاء أبو بكر لكي يدخل البستان، فقال له: اصبر أستأذن لك رسول الله. فقال رسول الله: ائذن له وبشره بالجنة. ثم أتى عمر بن الخطاب فقال له: اصبر أستأذن لك رسول الله. فقال رسول الله: ائذن له وبشره بالجنة. فجلس أبو بكر عن يمين رسول الله في البئر وعمر عن يساره، ثم سمع صوت حرك الباب، فقال: من هذا؟ قال: أنا عثمان بن عفان. فقال: اصبر أستأذن لك رسول الله. فقال رسول الله: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل عثمان ولم يجد مكان يكفي للجلوس على حواف البئر، فوقف في واجهة البئر. يقول سعيد بن المسيب: لعلها إشارة على قبورهم، فالرسول وأبو بكر وعمر دفنوا في حجرة واحدة، وعثمان دفن في البقيع. الآن عرفنا أن عثمان من أهل الجنة، وبنعرف بعد قليل ما هي هذه المصيبة والبلوى. عندما ضيق كفار قريش على المسلمين في مكة، أمر رسول الله بعض الصحابة بالهجرة إلى الحبشة، وكان من ضمنهم عثمان بن عفان وزوجته رقية رضي الله عنهم، وكان عددهم قرابة 18 رجل وامرأة. بعدها وصلت أخبار الحبشة أن كفار قريش دخلوا في الإسلام، فعاد عثمان والمسلمين لمكة، ولكن اتضح أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن كفار قريش ما زالوا كفار. هنا حدثت هجرة ثانية إلى الحبشة، لكن العدد كان أكبر، وصل قرابة 80 رجل وامرأة، ولكن بقي القليل لم يرجع للحبشة، ومن ضمنهم عثمان وزوجته. هنا جاءت أوامر أخرى من رسول الله أن الهجرة هذه المرة ستكون للمدينة المنورة، فهاجر الكثير، وهاجر عثمان وزوجته معهم قبل أن يهاجر رسول الله للمدينة. عثمان تولى الخلافة في السنة 23 بعد استشهاد عمر بن الخطاب. دخل المجوسي أبو لؤلؤة المسجد في صلاة الفجر حتى وصل لعمر وهو يؤم المسلمين، وطعنه عدة طعنات سقط فيها عمر، وعلى أثر الطعنات مات عمر. وقبل موته رشح للمسلمين 6 رجال هم الأفضل للخلافة من بعده، وهم علي بن أبي طالب وعثمان وبن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله. في النهاية اتفقوا برضا تام حتى أهل المدينة
أن يكون عثمان هو الخليفة. استمرت خلافة عثمان 12 سنة، وكانت من أكثر السنوات استقرار ورخاء للمسلمين وفتوحات من المشرق والمغرب. تم القضاء على دولة فارس وطرد الروم من مصر وفتحها، وجزء كبير من شمال إفريقيا، وفتحت الروم وتم الرد على هجومهم في الشام، وفتحت جزيرة قبرص. وعثمان أول من أمر بغزو البحر، وتم بناء أول أسطول بحري في عهد عثمان، لأن معاوية وهو والي الشام طلب من عمر بن الخطاب أن يغزو البحر، بمعنى المناطق التي في البحر وحولها. فرفض عمر هذا الطلب، لكن أعاد الطلب على عثمان ووافق، لكن بشرط أو بشروط. أولا، لا تغصب أحد على الخروج معك في البحر وخليهم على اختيارهم. ثانيا، أن تكون يا معاوية معهم وتكون زوجتك معك. وافق معاوية على الشروط وأخذ زوجته وأخته وبدأ بغزو البحر. عثمان بن عفان رأى أن عدد الحجاج والمصلين في الحرم المكي بدأ في ازدياد واضح، فأمر بتوسعة الحرم وتسهيل الدخول والخروج منه. في عهد عثمان حدث أمر عظيم، وحتى اليوم تجد المنافقين يقولون أن ما فعله عثمان خطأ كبير. بشرح لكم القصة باختصار. في عهد أبو بكر استشهد كثير من حفظة القرآن، وكان القرآن محفوظ في صدور المؤمنين وفي كتب مفرقة عند الصحابة، فجمع أبو بكر القرآن في كتاب واحد محكم كخطوة إضافية في حفظ القرآن لأجيال قادمة وسهولة تداوله، وإلا فالقرآن في الأصل ينتقل من جيل لجيل بالسماع. ثم وضع هذا الكتاب في بيت أبو بكر، ثم انتقل لبيت عمر، ثم إلى بيت عثمان. وفي زمن عثمان حدث اختلاف في القراءات للقرآن. القرآن نزل على 7 أحرف ب7 قراءات متواترة عن رسول الله، ولو قرأت بأي قراءة فقراءتك صحيحة. لكن في عهد عثمان البعض لا يعرف هذه المعلومة، فيسمع أحد يقرأ القرآن بقراءة لم يسمعها من قبل فينكر عليه ويصحح له القراءة، والآخر يقول لا، بل قراءتي صحيحة وقراءتك خطأ، ومع أن الاثنين قراءتهم صحيحة. يعني مثلا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة أخرى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فالتبين والتثبت بنفس المعنى، والفرق بينهم بسيط، وكل القراءتين صحيحة ومتواترة ومسندة ومتصلة حتى رسول الله. فبعض الصحابة سمع من رسول الله قراءة فتبينوا، وصحابة سمعوا فتثبتوا، وكل فئة نقلت ما سمعت، والبعض سمع كل القراءات لكنه اختار قراءة محددة. القراءات ال7 كلها قرأ بها رسول الله وأقرها على من قرأها عليه، وهذه من رحمة الله بعباده ليسهل على الجميع قراءته وفهمه. فلما وصل لعثمان خبر اختلاف الناس كان لابد من تدارك الموقف خشية أن تقع فتنة، فأمر عثمان بن عفان عدد من الصحابة بجمع القرآن مرة أخرى، لكن هذه المرة على قراءة واحدة، وهي القراءة التي عرضها ورجعها جبريل عليه السلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر مرة. فكتبت من 5 إلى 7 نسخ من القرآن، وأرسلها عثمان في بلاد المسلمين في المناطق الرئيسية، وترك عنده النسخة الأولى وسميت بالنسخة العثمانية. لذلك البعض يتهم عثمان بأنه أحرق المصاحف، والفكرة ما فيها أنه أحرق المصاحف التي ليست نفس النسخة الأخيرة ليمنع الفتنة والاختلاف ويوحد الناس على قراءة واحدة معتمدة، ومن أراد باقي القراءات فسيعرف أين يجدها. وجمع عثمان للقرآن وحرقه لباقي النسخ يعتبر من أهم الخدمات التي قدمها للمسلمين. في سنة 33 هجريا كانت بداية فتنة عظيمة. ظهر رجل يهودي في المدينة جاء من اليمن، وذكر بعض المؤرخين أنه أحد جواسيس الروم يقال له عبد الله بن سبأ. ادعى الإسلام ودخل بين صفوف المسلمين وحياتهم، فبدأ ينشر الفتنة والكذب على عثمان ويحرض الناس على عثمان والخروج على حكمه والانقلاب عليه، واتهموا بكل أنواع الخيانة والكذب. وكان لا يترك مكان إلا نفث فيه سمه. ذهب لمصر والعراق، وفعلا الناس بدأت تصدقه، والنار في قلوبها اشتعلت ضد عثمان، والبعض صار يشوف عثمان إنسان كافر منافق. نعم، لهذه الدرجة. خرجت مجموعة كبيرة لقتل عثمان، لكن فشلت محاولتهم وتم القبض عليهم وحاورهم الصحابة، ثم قالوا: نحن نتوب عن هذا ولن نعود. فعفى عنهم عثمان وسامحهم وتركهم، ولكنهم عادوا مرة أخرى وتجمعوا من العراق ومن مصر قرابة 5000 رجل، حاصروا بيت عثمان بن عفان لمدة 40 يوم تقريبا، وقالوا: تتنازل عن الخلافة الآن ولا بنقتلك. عثمان بن عفان رجل حكيم وحليم وصابر. الصحابة في هذا الوقت جزء منهم كان في الحج وآخر في الجهاد، ومنهم من سكن خارج المدينة. حاول باقي الصحابة الدفاع عن عثمان، ومنهم الحسن والحسين ومحمد بن طلحة وابن الزبير وأبو هريرة و700 من الأنصار، كلهم طلبوا من عثمان أن يأمر فقط بقتالهم وسيمسحونهم بالأرض ودماءهم تغطي الأرض، لكن عثمان قرر عدم قتالهم. فنحن الآن أشبه بحرب داخلية وفتنة عظيمة. فاستشار عثمان بعض أصحابه في التنازل عن الخلافة، وكلهم قالوا: لا تتنازل عن الخلافة أبدا، الوضع بيصير فوضى، وكل ما جاءت فئة لم يعجبها الخليفة سيطالبون بتغييره أو قتله، وسيصبح الأمر فوضى ولعب. ثم اشتد الحصار على عثمان من كل الجهات، ثم اقتحم 6 رجال بيت
عثمان وقتلوه وهو صائم، واستشهد وعمره 82 سنة. ما نعرف بالضبط مين قتل عثمان، لكن أهل السيرة ذكروا 6 أسماء، واحد منهم قد يكون القاتل أو أنه كلهم اجتمعوا عليه وقتلوه قتل رجل واحد، وهم كنانة ابن بشر، سودان ابن حمران، رومان اليماني، وجبلة، ورجل لقب بالموت الأسود، ورجل من قبيلة السدوس. لم يبق من هؤلاء 6 وغيرهم ممن شارك معهم إلا مات مقتولا مذلولا، حتى أن أحدهم قطعت رجليه ويديه وكان يصيح النار النار ويقول أصابتني دعوة عثمان. ولكن يبقى من قتل الصحابي ذو النورين سيحمل هذا الذنب يوم القيامة وسيقابل به الله، وما أشد هذا الذنب أمام الله. هذا الجزء من الأحداث هو ما قاله رسول الله لعثمان عندما بشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي عثمان في آخر حياته: يا عثمان، إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وهذا بالضبط ما حدث. عثمان وهو في الحصار كان يخاطب ويشهد الصحابة يقول: أنشدكم بالله والإسلام، ألم تسمعوا رسول الله يقول: من يشتري بئر رومة فيجعله للمسلمين وله الجنة، فاشتريتها من صلب مالي ووهبتها للمسلمين. قالوا نشهد. قال: أنشدكم بالله والإسلام، ألستم تعلمون أن رسول الله قال: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد وله الجنة، فاشتريتها ووهبتها لمسجد رسول الله. قالوا نشهد. قال: أنشدكم بالله وبالإسلام، ألم أجهز جيش العسرة من مالي؟ قالوا نشهد. قالوا: أتشهدون أن رسول الله قال عني فوق الجبل أني شهيد؟ قالوا نعم نشهد. فقال: لما يمنعونني من شرب الماء ومن الصلاة في مسجد رسول الله؟ ثم قال: الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. كررها 3 مرات. الليلة التي تسبق مقتل عثمان رأى فيها عثمان رؤيا، وهي أن رسول الله وأبو بكر وعمر قالوا له: اصبر فإنك تفطر عندنا القائلة. فأصبح عثمان ذلك اليوم صائما، وقتل وهو صائم والمصحف بين يديه. ما حدث بعد موت عثمان ذكرت في مقطع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، لكن بإذن الله بخصص مقطع في الفتنة الكبرى في المستقبل وباقي تبعات تلك الفتنة. اللهم اجمعنا بعثمان في الجنة وباقي صحابة رسولك الكريم، وأفرحنا برؤية وجهك الكريم، وجعلنا في رفقة رسول الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا وصلك المقطع فانشر الرابط. الإعجاب والاشتراك والتعليق اللطيف يساعد هذا المحتوى ليصل لأكبر عدد ممكن، وأسأل الله أن يجعل هذا المحتوى في ميزان حسناتنا أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.